السلام عليكم حبايبي، فيديو جديد على قناتي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. لتحضير عجينة البيتزا غادي نحتاج كأس ديال الحليب دافي، غادي نضيف عليه معلقة كبيرة خميرة فورية، نضيف عليه معلقة كبيرة سكر، وغنضيف عليه تقريبا 3 معالق كبيرة زيت زيتون، وغادي نغطيه ونخليه حتى تتفاعل الخميرة مع الحليب والسكر والزيت. وهنا بعد ما تفاعلت لي الخميرة مع الحليب والزيت والسكر غادي نضيف عليهم كأس ديال الدقيق، وغنضيف ملعقة صغيرة ملح، والدقيق كنضيفه تدريجيا. هاد العجينة خدات لي تقريبا 3 الكأسان الا ربع دقيق. وغادي نجمع العجينة ديالي، وغادي ندلكها مزيان حتى كتولي العجينة عندي طرية ورطبة. هنا بعد ما جمعت العجينة ديالي غادي ناخد الاناء ندهنه بشوية الزيت، وغادي نوضع فيه العجينة وغادي نغطيها وندهنها بشوية الزيت ونغطيها ونتركها تقريبا ساعة ونص حتى لساعتين في مكان دافي. وهنايا غادي نحضر معكم التتبيلة ديال الدجاج اللي غادي نوضع في البيتزا. عندي صدر ديال الدجاج، غادي نضيف عليه معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة بودرة البصل، ومعلقة صغيرة بودرة الثوم، ونضيف عليه القليل من الزيت، وغادي نخلطهم. وغادي نشحرهم دابا. هاد التتبيله كتجي بنينه في الدجاج. ودابا غادي نحضر معكم لاصوص اللي غادي ندهن بها البيتزا، كتجي لذيذه. ولتحضير هاد لاصوص كنحتاج 3 المعالق ديال المايونيز، نضيف عليهم 3 المعالق ديال الزبادي، هو دانون مسوس،
وعندي معلقة صغيرة بودرة الثوم، معلقة صغيرة بودرة البصل، عندي معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة إبزار، وكذلك معلقة صغيرة ديال الأوريغانو، ومعلقة صغيرة ديال الشبت. وباش نطلق هاد لاصوص غنضيف عليها 2 معالق كبيرة ديال الحليب. وغادي نخلط لاصوص مزيان. ها هي بعد ما وجدات نحتفظ بها جانبا. ودابا غادي نحك هذا الفرماج اللي غادي نستعمل كذلك في البيتزا. وهنايا بعد ما خمرت لي العجينه وتضاعف الحجم ديالها، غادي نقسمها على 2 قطع. ونطلقها بالمدلك. هاد العجينه كتجي رطبه وطريه. دابا غادي نضيف عليها لاصوص اللي حضرت معاكم. وهنا غادي نضيف القليل ديال الفرماج. وغادي نضيف القطع ديال الدجاج اللي حضرت معكم كذلك. وهنا غادي نضيف قطع ديال الفلفل الأحمر. لاصوص يعني هي المهمة، والحشوة كتبقى اختيارية. وكذلك غادي نضيف القليل ديال الزيتون الأسود.
ودابا غادي ندخلها للفرن ونرجع معكم. وها هي البيتزا ديالي بعد ما وجدات، كتجي في صراحة مذاق رائع. والعجينة ديالها كتجي طرية ورطبة، هانتوما كما كتشوفوا، والمذاق رائع. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساونيش من لي لايك والبارطاج ولي كومونتير.